اللي اطلقها الرئيس محمد مرسي، حمله وطن نظيف. واحنا طبعا بنمثل شعبة علي بن ابي طالب، تعتبر شعبة مكرومي، وجميع الشعب بتشارك في عملية النظافة، وذلك في تحقيق الحملة اللي طلبها الدكتور محمد مرسي او اللي بدأها الدكتور محمد مرسي، وهي حملة وطن نظيف. طبعا احنا كل الشباب بيشارك في الحملة، وان شاء الله الحملة دي ممتدة على يومين، النهارده وبكره ان شاء الله. بتبدأ من الساعة 10 ويعني بتنتهي بعد ساعتين او 3 ساعات حسب الجهد المبذول. وان شاء الله احنا دي بنعتبرها بادرة خير، ومش المفروض ان احنا نشارك بس، لكن كل الناس تشارك. المطلوب ان كل الناس يبقى عندها وعي في عملية النظافة. النظافة بتبدأ بالفرد بنفسه، بتبدأ ببيته، بتبدأ بحوالين المسكن بتاعه. لو كل فرد مننا قام بعملية النظافة على مستوى الشخصي او على مستوى الأسرة او على مستوى البيت او مستوى الحي اللي موجود فيه، ان شاء الله هيكون وطن نظيف، هيكون جميع الوطن بإذن الله وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني هنا ان شاء الله عشان نظافة مدينة كرنس، ومع الاخوة جميعا حزب فريق العدالة بيشاركوا في تنظيف البلد، ونرجو من جميع المواطنين يعني انهم يحافظوا على نظافة بلدهم حتى نكون في وطن نظيف بدعوة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بداية الحملة اللي أطلقها السيد الرئيس محمد مرسي جعل مصر بلد نظيفة، وده مش صعب جدا ولا صعب على أهل مصر إن هم يعملوا أو يخلوا بلدهم أنظف بلد في الدنيا. لو كل واحد مسك مقشة ونظف بس قدام بيته وخلى الأمر ده ابتغاء مرضات الله، هيبقى وطننا أفضل وطن في الدنيا، وهتبقى بلدنا أجمل بلد في الدنيا. لو عملنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الراجل اللي وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له، مصر هتبقى جنة. انطلاقا من المبدأ ده حزب الحرية والعدالة والإخوان وبعض الشباب من أهل الكنس قاموا بهذه الحملة استجابة لنداء الدكتور محمد مرسي. نشكر أهل الكنس ونشكر شباب الكنس تحقيقا لنداء السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من أجل وطن نظيف. عاوزين كلنا نشارك بأن احنا ننظف بلدنا، وشبابنا يشارك معانا، والناس كلها تشارك معانا. واحنا بنحس الناس كل واحد يجيب الزبالة بتاعته في كيس وما يرميهاش، يستنى عربية الزبالة لما يجي يحطها في عربية الزبالة. لو عملنا كلنا كده وشاركنا كلنا كده هنخلي بلدنا من انظف بلاد الدنيا، وده المطلوب وده المقصود من مشروع ال100 يوم بتاع الدكتور محمد مرسي، ان احنا نخلي بلدنا من انظف بلاد الدنيا. سافرت بلاد كتير الصراحه وشفت بلاد كتير وشفت موضوع النظافه هناك زي تركيا والبلاد ديت، يعني من انظف بلاد شفناها في الدنيا. عاوزين بلدنا تبقى انظف من البلاد كلها ان شاء الله. مصر من انظف بلاد الدنيا لو تكاتفنا كلنا، ولو الشباب كله اشتغل ونظفنا بلدنا. كل واحد ينظف قدام بيته، كل واحد ينظف في شارعه، كل واحد ينظف في المكان اللي قاعد فيه، ان شاء الله بلدنا تبقى نظيفه كده. بنوجه كل الشباب اللي موجود في كرنس ان النظافه اللي دي حمله نظافه، مش موضوع ان هي تبع حمله الرئيس، ولكن هي حمله نظافه لنا احنا كمواطنين في مصر. تمام. وده بينعكس علينا، وان النظافه ديت الحاجه الزباله اللي احنا بنقول عليها زباله في بلدنا ده شيء بيجي مننا احنا. تمام. الزباله دي في اي مكان تاني بيعتبر ثروه ممكن البلد ان احنا نستفيد منه، وممكن انه ينعكس علينا باثار سلبيه. وانا بدعو كل شباب مصر سواء موجودين مشاركين او مش مشاركين ان هم يدعمونا او يشاركوا معانا في اي شيء بهدف ان احنا ننظف بلدنا، وان ده ينعكس علينا في بسم الله الرحمن الرحيم. والله بصفتنا من اهل الكرنس ومن شعب مصر النهارده بننظف بلدنا بناء على طلب الرئيس محمد مرسي، ثانيا بناء على تعليم الدين الاسلامي، لان طبعا احنا عارفين كلنا النظافه من الامه. وبدعو كل طوائف الشعب، كل طوائف الشعب، مسلم مسيحي سواء ناصري ليبرالي اي حزب، اي حد مصري ينتمي لتراب مصر ان هو ينظف هذا الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. بنطلب من الساده ابناء اهل مدينه كرنس
ان هم يشاركونا في تنفيذ خطه برنامج ال 100 يوم بتاع السيد الرئيس محمد مرسي. ونطالب بيهم الناس زي ما انتم شايفين كده، الناس شغاله وتعبانه علشان احنا عايزين وطن نظيف زي ما قال لنا ديننا، زي ما قال لنا رسولنا، زي ما قال لنا ديننا ان الله جميل ويحب الجمال والنظافه من الايمان. فاحنا بنطلب من الناس ان هم يساعدونا في تنفيذ البرنامج، وبنطلب من الناس يعني ان هم بقدر الامكان يجمعوا مكان القمامه بتاعهم يكون مكان محدد ويجي المجلس ان شاء الله يشيله. وبنطلب من الناس ايضا برضو ان على قد ما يقدروا ان لو شافوا حاجه في الشارع يشيلوها. وبنقول ان احنا عايزين مصر نظيفه، احنا عايزين مصر ما بعد الثوره نظيفه من كل حاجه، عايزين نطهرها من الفساد، عايزين نطهرها من الاستعباد، عايزين نطهرها من النظافه. بنطلب من الساده اهالي المدينه ان هم يساعدونا ويشاركونا ويحثوا اولادهم على انهم ينزلوا يساعدونا. دي مش حاجه عيب يا اخوانا، احنا كلنا فينا الدكاتره وفينا المهندسين وفينا المتعلمين وفينا الطلاب وكل الشهادات العاليه. احنا مش بنستعيب من الحاجات دي كلها. عايزين بلدنا تكون نظيفه، عايزين كرمس تكون احلى مدينه، ومصر كلها يبقى احلى وطن زي ما بنشوف البلاد والدول اللي حوالينا. وبنطلب منهم ان هم يحثوا اولادهم ان هم ينزلوا يساعدونا وينزلوا يحافظوا معانا، وان ما كانوش هيساعدونا ما يبوظوش اللي احنا بنعمله. وجزاكم الله خيرا، وايدينا في ايد واحده علشان نحقق بلدنا. الدكتور محمد مرسي مش هيقدر يعمل حاجه لوحده، كلنا ايدينا في ايدين بعض هنقدر نعمل، هنقدر نبني. ايد لوحدها ما بتسقفش، ولازم ايدينا في ايدين بعض. وشعارنا المرحله اللي جايه قوتنا ووحدتنا، وايدينا في ايد بعض هنبني الكرنس وهنبني مصر كلها ان شاء الله، وهنقدر نطهر البلاد من كل حاجه فيها غلط. وجزاكم الله خيرا مره ثانيه، وبنطلب منكم ان انتم تنزلوا اولادكم يساعدونا، وانتم بنفسكم على قد ما تقدروا. وكلنا نقول للبعض ان احنا نحافظ على مدينتنا ونحافظ على بلدنا، ونتعلم من ديننا ان هو بيقول لنا النظافه من الايمان، وان الله جميل يحب الجمال. ونتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جاره اليهودي كل يوم يرمي قدامه القمامه، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا مش هنيجي فيه حاجه، احنا كلنا بنتعلم من سيدنا رسول الله. كان هو بنفسه اللي بينزل يشيل القمامه، وده كان سبب في دخول الاسلام. احنا كلنا مسلمين والحمد لله، كلنا موحدين بالله والحمد لله. احنا عايزين نتعلم من سيدنا رسول الله. وبرضه النظافه يا اخوانا ده سلوك حضاري، ده سلوك جميل. وكلنا اما يكون عايشين في مكان نظيف هيبقى مكان خالي من الامراض، مش هنحتاج لعلاج، مش هنحتاج لادويه، مش هنحتاج لاي شيء. فاحنا بنطلب من حضراتكم ساعدونا 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 علشان ننهض بمصر وننهض بالكرنس ويبقى وطننا وطن نظيف. شكرا لحضراتكم وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اول يوم من حمله وطن نظيف، يعني مش عايزين نتكلم على الثواب او النفع من وراء العمل دوت، لكن عايزين نتكلم على مشاركه الرئيس في الفعاليات اللي بيقوم بيها، لان الوطن ده بتاعنا كلنا، يعني مصر دي بتاعتنا كلنا. وان رئيس الجمهوريه لما يدعو لحاجه هو مش بيدعو لها عشان هو اللي ينفذها، بالعكس يعني عشان احنا كلنا نشاركه. وده من سبيل القول يعني ان احنا نعينه، لان هو ما يقدرش يعمل حاجه لوحده، لان هو رئيس واحنا لازم نكون وراه. والله احنا شاركنا في مشروع النظافه تنفيذا لمشروع الرئيس اللي هو في 5 اولويات الرئيس حاططهم. فاحنا لازم نساند، ولازم كل واحد يجتهد، ولازم كل واحد يبذل مجهود عشان نجاح الرئيس. نجاح الرئيس نجاح دوله، يعني نجاح الرئيس يعني نجاح دوله. فاحنا لازم نشارك في انجاح الرئيس. وشكرا. حمله الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه وطن نظيف. طبعا قبل اي حاجه، قبل رئيس الجمهوريه، قبل اي حاجه النظافه من الايمان. لو ما كانش المكان بتاعك نظيف مش هتعرف تقعد. لازم تنظف المكان اللي انت قاعد فيه، عشان طبعا الرسول وصانا على كده قبل اي حاجه. طبعا لما يكون المكان نظيف الشغل هيبقى كويس، البال مرتاح، كل حاجه موجوده. وخليكم معانا ان شاء الله. يلا في وطن نظيف، مستنيين مساعدتكم لوحدنا مش هنقدر، قوتنا في وحدتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انت قلت لي عاوز كلمه، هي كلمه واحده بس اللي انا هقولها بس بالنسبه للنظافه والنظافه في شوارع دي كرنس. طبعا الكلام اللي احنا بنعمله ده بناء على قرار السيد رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي، خدت بالك. واحنا نفسنا بالنسبه للناس كلها بتوع دي كرنس والشارع كلهم يمسكوا في حمله النظافه دي، مش حتى ولو اللي مش هيشارك مش في الحمله في النظافه مجهوده، خدت بالك، يشارك ان هو ما يلقيش قمامه في الشوارع، يرميها في الحتت المخصصه له.
واتمنى ان الناس شايفيننا وشايفين ان احنا الحمد لله، يعني احنا اصلا مش من الاتجاه ده، من الشوارع ده، لان الناس في ناس بتقابلنا وتقول لنا انتوا بتاخدوا كام وبتعملوا كام. لا بناخد فلوس ولا بناخد اجر، اجرنا على الله سبحانه وتعالى. احنا بننظف الشوارع، خدت بالك، علشان مصر بعد الثوره ان شاء الله تكون نظيفه وتكون جميله وتكون مزدهره. ويعني نتمنى من الناس اللي بيشوفونا يعملوا زينا، او اقصى حاجه اضعف الايمان ان هو ما ينطش في الشوارع ويعلموا اطفالهم برضه نفس الكلام. دي الكلام ده بس اللي انا عاوز اقولها بس، والله من وراء القدر. احنا خرجنا النهارده عشان ننفذ مشروع الدكتور محمد مرسي، مشروع ال100 يوم، وكان من ضمن ال5 اهداف الرئيسيه الهدف الاولاني النظافه. واحنا خارجين كبدايه مشروع للنظافه، بحيث ان احنا نغير سلوكيات الناس، لان الناس تعودت على ان هي ترمي القمامه في اي مكان في الشارع، وتراكم هذا الامر على مدار سنوات كثيره لدرجه ان بقت المنظر القمامه منظر سيء. يعني انا زوجة اخويا من العراق، فنزلت مصر هنا، فقالت ان بغداد في عز الحرب ما كانتش الحاله هناك بهذه الصوره. بتقول ازاي انتوا سايبين الزباله قدام الشوارع؟ بتستغرب يعني. فده السلوك احنا تعودنا عليه وعايزين نغيره ان شاء الله. والاسلام بيدعو الى النظافه، واحنا عندنا الشعار بتاع النظافه من الايمان، وان الله جميل يحب الجمال. فاحنا من هذا الامر والانجاح المشروع بتاع الدكتور محمد مرسي بنسعى الى ان ننشر الوعي البيئي لدى الناس والنظافه، ان كل واحد بس ينظف قدام بيته. ان شاء الله البلد هتبقى نظيفه في خلال ال100 يوم، وعلى مش في ال100 يوم بقى بس، هتبقى على استمرار ان شاء الله، ويبقى سلوك حسن عند الناس. غيرنا من سلوك سيء لسلوك حسن ان شاء الله.